اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. مشكله ضعف الرؤيه او ضعف النظر او انعدام الرؤيه في احيان كتير بتظل المشكله الصحيه الاصعب على الاطلاق. كلنا مع التقدم في العمر ومع اسلوب حياتنا اللي هو بيبقى خاطئ، وهو اللي بيعتمد على اجهزه الموبايل، شاشات الكمبيوتر، طول الوقت ان احنا مركزين مع شاشات، ده بيضعف الرؤيه بتاعتنا بشكل كبير جدا وعلى المدى الطويل، وبالتالي بتبدا تحصل مشاكل كتير. بنبدا نستخدم النظارات علشان نحمي النظر، او لو بالفعل النظر بتاعنا ضعف، او بنبدا ان احنا مثلا نعمل عمليات في العين زي عمليه الليزك، او بنبدا ان احنا نستمر على قطرات لفترات طويله علشان نشوف تحسن. وطبعا ده بيكون المشاكل كتير زي جفاف العين او حرقه العين او التهاب العين وغيرها وغيرها. وعلشان كده في حلقه النهارده هكلمكم عن اقوى فيتامينز. الفيتامينز دي رائعه جدا وليها تاثير السحر في تصحيح النظر وتقويه النظر، وحتى لو كان بالفعل نظرك بدا يضعف هتلاقي فرق كبير جدا. وكمان هقول لكم على شويه تمارين هنعملهم مع بعض. التمارين دي هتحسن بشكل كبير من اي اعراض بتشتكي منها في العين، سواء جفاف او انه في حرقه في العين او ان النظر تعبك او انك بتعاني من اي مشكله فيهم. خليني اقول لكم معلومة صادمة جدا في بداية الفيديو. سبب كبير جدا في كل المشاكل العينية اللي بنعاني منها، زي مثلا مشكلة التنكس البقعي، وده اللي بيحصل عند ناس كتير وبسببه بتبقى كده الرؤية ضبابية والرؤية مش صافية. ومشاكل تانية زي اعتلال الشبكية او اعتام العدسة بتاعة العين او الجلوكوما او اللي هو الضغط العالي اللي بيبقى موجود في العين. السبب في المشاكل دي بيعود لمستويات الأكسدة العالية اللي بتحصل بسبب ارتفاع سكر الدم في الجسم. يعني بشكل تاني وعلشان اوضح لكم الموضوع، لو كان عندك الانسولين عالي في الجسم، او لو كنت بتعاني من مرض السكر، او لو سكر الدم عالي في الجسم، فكل الحاجات دي بتؤدي للمشاكل بتاعه العين. ده غير اصلا لو كان نظامك الغذائي بتعتمد فيه بشكل كبير على السكر وكل المشتقات بتاعته، فده بالتالي برضه هيؤدي لمشاكل العين. طيب ايه اللي بيحصل لما السكر بيبقى عالي في الجسم؟ السكر لما بيرتفع في الجسم بيستنفذ معظم العناصر الغذائية اللي موجودة في الجسم بتاعك، وبالتالي بنبقى محتاجين ندخل عناصر غذائية تانية علشان تقوم بدور مضادات أكسدة. يعني بالتالي لو انت بدأت تاخد العناصر اللي انا هكلمك عنها بعد شوية، يبقى انت بتقلل من مضاعفات داء السكري لو كان عندك السكر، او لو كان عندك السكر مرتفع في الجسم وداخل على مرحلة داء السكري، او المضاعفات عموما اللي بتحصل بسبب ارتفاع سكر الدم في الجسم، واللي منهم المشكلات اللي بتصيب العين. اول فيتامين مهم وهو فيتامين ايه. الفيتامين ده مميز جدا لان هو بيساعدك على انك تشوف بالليل، ده غير ان هو بيمنع صعوبة الرؤية اثناء القيادة الليلية، ودي بتعتبر من الحاجات المهمة جدا ونحط تحتها كذا خط، واللي بسببها بتحصل عدد كبير جدا من الحوادث. ده غير ان فيتامين ايه لما بيدخل الجسم كده بيعمل كمرطب، لان بدون وجوده القناة الدمعية بتبدأ تجف، والاغشية المخاطية كمان حول العين فتبدأ تصاب بجفاف العين. وبالتالي لما بينقص فيتامين ايه في الجسم فهو بيسبب مشكلة اعتام العين او المية البيضاء اللي بتكون موجودة على العين. وبرضه بتحصل مشكلة التنكس البقعي او اللي قلنا هيترتب عليها ضبابية الرؤية. طيب ايه هي الأطعمة اللي انا هلاقي فيها فيتامين ايه؟ اقوى الأطعمة دي وهي الخضروات الورقية الخضراء كلها والقرع والفلفل. تاني فيتامين وهو فيتامين بي 1. الفيتامين ده موجود في جسمك ولكن بيستنفذ عند الإصابة بمرض السكر أو تناول الأطعمة المكررة أو تناول أدوية السكر زي الميتفورمين. طيب هو الفيتامين ده بيعمل إيه؟ الفيتامين ده بيحافظ على غلاف الأعصاب سليما، وبالتالي هو مهم جدا، وعند ما بينقص بيزيد خطر الإصابة باعتام العدسة واعتلال الشبكية. وبالتالي لو كان عندك مشكلة في الأعصاب بسبب مرض السكر هتلاقي إن المشكلة دي برضو مأثرة على العين. طيب بالنسبة للبي 1 هاخده إزاي؟ الحقيقة وجدت إنه أفضل شكل نقدر نستخدم فيه فيتامين بي 1 وهو المكمل الغذائي واللي اسمه البنفوتيامين. ثالث فيتامين وهو فيتامين بي 3. فيتامين بي 3 أو النياسين فهو مفيد جدا جدا للوقاية من الحالات بتاعة الجلوكوما. الجلوكوما هي حالة ضغط عالي في العين بتؤدي إلى تلف العصب البصري. النياسين لو كنت هتستخدمه في شكل الأقراص يبقى يهمني قوي إن أنت ما تزيدش عن 1.5 جرام يوميا. ولو مش عايز تستخدم الأقراص فإنك ممكن تاخده من مصادره الطبيعية زي لحم البقر والدواجن والأسماك والمشروم والفول السوداني
التاني والبقوليات بشكل عام. اما رابع عنصر وهو الزنك. الزنك ده فهو معدن ممتاز ومضاد اكسده قوي، وعدد كبير جدا من سكان العالم بيعانوا من نقص في العنصر ده. العين بتحتوي على الكثير من الزنك اللي بيدعم الاف الانزيمات المختلفه اللي بتتعلق بالبروتين. ده غير ان هو لما بينقص بتزيد الاصابه بالتنكس البقعي وكمان اعتام العدسه. الزنك موجود في اللحوم الحمراء وموجود في المحار، وتقدر تستخدمه في شكل كبسولات. خامس نقطه وهي الكاروتينات، وعلى رأسهم اللوتين والزيانسين. طبعا هم مش فيتامينات ولكن عناصر غذائية مهمة جدا، وجودهم بيساعد على حماية العين بتاعتك من التلف. ده غير ان هم كمان بيمنعوا اعتام العدسة. بالنسبة للوتين فان الطماطم مصدر غني جدا بيها، ده غير طبعا اطعمة تاني زي السبانخ المطبوخة واللفت والكرنب الاخضر. اما سادس فيتامين وهو فيتامين د، برضو بيقلل من خطر الاصابة باعتام العدسة. فيتامين د موجود في حاجات كتير زي السلمون والسردين والتونة، صفار البيض والمشروم، وكمان زيت كبد الحوت. وعلشان كده لو عايز تاخد كفايتك منه يوميا يبقى يوميا هناخد ملعقة كبيرة من زيت كبد الحوت. اما سابع واخر فيتامين وهو فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 او الريبوفلافين بيعمل كمضاد اكسده. دراسة اتعملت على مجموعة من الاشخاص لقيوا انه فرصة الاصابة باعتام عدسة العين قلت بمقدار تقريبا من 31 ل 51% لما انتظموا انهم ياخدوا فيتامين بي 2 يوميا. لو كنت هتستخدمه في شكل اقراص فانا بنصحك ان الجرعة بتاعتك ما تزيدش عن من 1.1 ل 1.3. ولو مش عايز تاخده كاقراص فانك برضو ممكن تقدر تحصل على قدر ممتاز منه من خلال الاطعمة زي الشوفان والحليب والزبادي واللحم البقري والحبوب المدعمة. وبكده وصلنا لجزء التمارين، والتمارين بسيطة وسهلة جدا. اول تمرين وهو ان احنا هننزل في الشارع ونحاول نمشي لمدة ساعة. يهمني قوي خلال الساعة دي انك مش هتستخدم اي ايباد، مش هتستخدم اي موبايل، مش هتبص حتى في الساعة الرقمية بتاعتك، مش هتبص على اي حاجة تكون في ايدك. هتحاول تركز النظر بتاعك على الحاجات البعيدة، سواء مثلا على السماء، السحاب، اشجار بعيدة، اي حاجة بعيدة. المهم ان انت ما تبصش على الحاجات القريبة منك. التمرين ده اول حاجة بيريح العين بتاعتك، وكمان بيبعد عنها الاجهاد، وبيعالج من مشكلة ضمور عضلة العين. التمرينات الجاية وهي بعض من التمارين البسيطة والسهلة جدا، هنعمل كل واحد فيهم لمدة دقيقة. التمرين الاول وهو ان احنا هنحاول نغمز بعينينا لمدة دقيقة. التمرين ده بيساعد على تنظيم الدورة الدموية داخل العين. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. التمرين التاني وهو أدر رأسك محدقا إلى الأمام. التمرين ده بيساعد على زيادة الدورة الدموية داخل العين. التمرين ده اللي بنعمله فيه إن أنا ببقى بصة قدامي بس بحرك راسي لكن مش بحرك عيني، وهوريكم إزاي. بنبدأ نحرك راسنا من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين، وبعدين بنحركها من فوق لتحت ومن تحت لفوق، لكن أهم حاجة إن أنا عيني ثابتة قدامي لكن راسي هي اللي بتتحرك. التمرين الثالث انظر إلى اليمين وإلى اليسار. التمرين ده بقى عكس التمرين اللي كان قبله. في التمرين ده أنا بثبت راسي على الوضعية دي بس بحرك عيني فقط، يعني بحرك عيني على الناحية دي مثلا وأنا باخد الشهيق بتاعي وأستنى كده بالظبط 3 ثواني، وبعدين أرجع على الناحية التانية وأنا باخد الزفير وبرضو ببقى برجع ببطء. بعد ما هنخلص التمرين ده هنغمض عينينا لمدة 10 ثواني. التمرين الرابع وهو ان انت هتحاول تسترخي او تكون هادي جدا وتغمض عينك، هو ده بس التمرين. الجاي وهو اضغط بالاصابع بتاعتك على طرفي جبينك. بنحاول في التمرين ده نضغط بصوابعنا كده على الجنبين هنا، نضغط ضغطه لمده 2 ثانية وبعدين نسيب ايدينا، وبعدين نضغط تاني لمده 2 ثانية ونسيب ايدينا. التمرين الاخير
وهو ان احنا هنحرك مقلتين العينين لاعلى والاسفل بس واحنا مغمضين عينينا. يعني هتغمض عينك وتحاول كأنك بتبص لفوق وبتبص لتحت لكن وانت مغمض عينك تماما. قدرت افيدكم في حلقه النهارده وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه، واهم حاجه شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.